من المرات يقول لك حضرمي هذا معه 5 مليون ونسي وين خباها. شل عمره للشرطة وقال لهم يا جماعة الخير نسيت وين خبيت العدي حقي. قالوا له طيب وكاكين ساعدك ذحين؟ قال لهم بسيطة، حققوا معي وعذبونا لما نعترف وين حطيتها. الله الضحك والله الضحك. صعرور كأنهم دحين لا حس ولا خبر ولا حتى ابتسامة. طيب يلا عنا بس قل لكم بوحدة. يقول لك هذا سايح أي نبي يا الحضرموت. قال لحضرمي كيف يسرقون عندكم؟ طبعا الحضرمي رد عليه قال له يا شفت المشروع ذاك اللي هناك؟ السايح قال له من مشروع؟ الحضرمي قال له عليك نور، هو ذا جب المشروع اللي ما تشوفه مكلف 100 مليون. اوه كأنكم ولا حتى قليل جابر خاطر. قوم يا صعرور بنسرح الدار بنتعشى وبننام، أبرك لنا من الجلسة الهم حقهم دي. هذا حين التكة هذي يا صعرور، تكة ذي اللي نقعد فيها شكلها انتهت صلاحيتها يا صعرور، لا عشي ولا ضحك ولا سلا. شفتم قبل قليل حتى الضحكة ما يملون نحن فيها. أنا غلطان أصلا يوم ضيع وقتي معهم. يلا الله صعرور تصبح على خير، بكرة بتقع لنا زندقة أشوفها. سيادة القاضي، حضرات السادة المحلفين، أود اليوم أن أوضح لسيادتكم مدى خطورة المتهم الماثل أمامنا، والأسباب التي تدعونا إلى التعامل مع هذه القضية بأقصى درجات الجدية والصرامة. كأنكم دحين واحد حصل، أنا متهم بهواه، فهمونا يا جماعة الخير هللوا. اسكت يا سعدي ولا القاضي بيحولك لسين انفرادي. شوكة ربي جابك يا شوكة، ليه بحين أنا موجود في الزنزانة؟ ليه ذاك الرجال حنقان علي؟ وليه أصلا أنا في محكمة؟ قلت لك اسكت يا سعدي اسكت، أنا المحامي حقك، اسكت وبتعرف بقعة كلها لا تعبقنا احنا. المتهم يا سيادة القاضي ليس مجرد شخص ارتكب مخالفة بسيطة أو جنحة عابرة تتمثل في إلقاء نكت سخيفة سامجة بل غبية. أنا نكتي سخيفة وغبية؟ سيادة القاضي أنا لا أسمح بهذه الإهانة. الرجاء من المتهم التزام الصمت. المتهم ليس فقط مشاركا في هذه الجريمة من خلال إلقاء النكت، بل هو أحد القادة الرئيسيين في شبكة إجرامية تمتد عبر عدة مناطق في حضرموت. تحقيقاتنا كشفت أن المتهم سعدي هو العقل المدبر لأكثر من 80% من النكت التي تحكي عن المجتمع الحضرمي، والتي أثرت سلباً على حياة الآلاف في الداخل والخارج، وأصبح الحضرمي محل تندر واستخفاف بسبب تلك النكت التي يرويها المتهم في جلساته كل يوم. يا شوكة دحين أنا أتحاكم عشان قلت كم نكتة على التكة مع أصحابي، هو ذا كلام يا شوكة؟ ولا تشيل هم يا سعدي، ناس فاضية ما وراها شيء، أنا بطلعك منها كما الشعرة من العين. كفو يا شوكة، كفو يا الأفوكادو. لذلك يا سيادة القاضي نطلب بأقصى درجات الإلحاح أن يتم تطبيق أقصى العقوبات الممكنة بحق المتهم، ليس فقط لتحقيق العدالة ولكن لإرسال رسالة قوية لكل من تسول له نفسه أن يؤلف نكتا عن الحضارم والتي تشوه صورة المجتمع. أكرر، تشوه صورة المجتمع. شكرا لسيادتكم. فليتفضل الدفاع، الكلمة لك. سيدي القاضي، أعضاء البسكة المحلفين، إنما وكلي رغم كل الأدلة ضده إلا أنه يستحق فرصة ثانية، لأنه بكل بساطة أهبل. أوه شوكة كأنك ومصمخ. احترم نفسك يا شوكة وعاطل عن العمل. هذه الصدق ما كذبت فيها. ولأنه يا سيادة القاضي
لا يعرف ان ما يقوله من نكت كان ممنوع وضد القانون ويعاقب عليه. هذا ليس عذرا، كما تنص المادة القانونية على أن الجهل بالعقوبة لا ينفيها. والله يا حضرة القاضي ما أعرف، كل الخلق تقول نكت وتضحك. متى منعوها؟ ومتى أقوا عن نكت عقوبات ومحاكم يا حضرة القاضي؟ أنا إنسان بسيط. إنسان بسيط ومصمخ. نعم، ومصمخ وأهبل وكل شيء. ما بقصد أبدا شوه صورة المجتمع. أتمنى من سيادة القاضي